السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نتعرف فيه على توقيت وموعد مباراة المنتخب المغربي ومنتخب النيجر في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والذي سوف ينظم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. كذلك سوف نتعرف على القنوات المجانية الناقلة لهذه المباراة والتشكيل المتوقع الذي سيدخل به المدرب وليد الركراكي. قبل أن ندخل في التفاصيل أصدقائي، أتمنى منكم أن تدعمونا بالاشتراك في هذه القناة وأن تفعلوا خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديد. كذلك أتمنى منكم أن تضعوا لنا لايك لهذا الفيديو. إذن سيخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراته المقبلة أمام منتخب النيجر، المباراة التي ستجرى برسم الجولة السابعة من أول جولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. المباراة التي ستجرى يوم الجمعة 5 شتنبر 2025 بأرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط. المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية. هذه المباراة التي ستجرى بشبابيك مغلقة بعدما نفذت جميع التذاكر. 70,000 تذكرة تم بيعها في ظرف 4 ساعات. إذا بخصوص القناة المجانية نقل هذه المباراة، فهذه المباراة سوف تنقل عبر قنوات CSS السعودية مجانا، التي تتواجد عبر قمر بدر 26 بتعليق المعلق عبد العزيز الزيد. كذلك القناة الرياضية المغربية سوف تنقل هذه المباراة فضائيا عبر قمر نيل سات. إذا التشكيل المتوقع الذي سيدفع به المدرب المغربي وليد الركراكي: في حراسة المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع سفيان الكرواني، آدم سينان، نايف أقرد، أشرف حكيمي، في خط الوسط سفيان أمرابط، نائل العيناوي، بلال الخنوس. أما في خط الهجوم إسماعيل الصباري، أيوب الكعبي، وإبراهيم دياز. بالنسبة للمنتخب المغربي فيحتل المركز الأول ب15 نقطة بفارق 9 نقاط على المطارد له وهو منتخب النيجر الذي في رصيده 6 نقاط. إذا المنتخب المغربي تكفيه نقطة واحدة للتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 الذي سوف ينظم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ونتمنى حظ موفق إن شاء الله للمنتخب المغربي.